فضيحة مصرية على الأراضي الفرنسية، هزيمة بسداسية نظيفة أمام المنتخب المغربي الرائع. منتخب مصر بدأ صغيرا جدا جدا أمام أسود الأطلس المغربي. في البداية مليون مبروك للشعب المغربي الشقيق، للاعيبة المغرب، فوزهم بالميدالية البرونزية. أداء رائع منذ بداية البطولة، ظلم ليهم إن هم يكسبوا الميدالية البرونزية، يستحقوا إن هم كانوا يلعبوا على الذهب، ولكن قدروا يكسبوا ميدالية أولى للعرب في الأولمبياد. حاجة في الأولمبياد في تاريخ كرة القدم، يعني حاجة كبيرة وحاجة رائعة جدا. تحية كبيرة لفوزي لقجع ولكل المسؤولين عن الكرة في المغرب. هدفهم الأول مصلحة الكرة المغربية، مش مصلحة أندية، مش مصلحة نادي معين، مش مصلحة أي حد، مصلحة المنتخبات المغربية. شرفوا نفسهم وشرفوا العرب في كأس العالم وخدوا المركز الرابع، بيشرفوا نفسهم وبيشرفوا العرب في الأولمبياد وبيكسبوا الميدالية البرونزية. حاجة رائعة جدا. قدروا يجيبوا 3 لعيبة كبار رائعين جدا، أشرف حكيمي وسفيان رحيمي ومنير محمدي، ثلاثي رائع صنع الفارق جدا جدا مع منتخب المغرب. مليون مبروك للشعب المغربي الشقيق. وان شاء الله المنتخبات المغربيه بالمشهد ده بالمستويات اللي احنا شايفينها ما شاء الله هتروح لبعيد جدا في كل المنافسات الفترات القادمه. مصر انهارت بعد اللقطه دي، بعد لقطه اصابه زيزو. مش هنقول زيزو بيطلع نار من بقه يعني، مش بيلعب لوحده، لكن قبل اصابه زيزو كان منتخب مصر عنده هجمات. راح شاط على الجون، يمكن غالبا هي الكورتين، يمكن كوره اسامه فيصل بدماغه بيطلعها المحمدي، بترد لمحمد طارق بيلعبها بشكل عجيب وغريب، ثم بعد ذلك كوره لزيزو عمل كام عرضيه، ثم كوره لعبها بيتصد ليها منير المحمدي. بعد كده منتخب مصر ما راحش منير المحمدي، ما اعرفش ليه مدير الفني لمنتخب المغرب ساب المحمدي واقف في الجون الحقيقي. هل المسؤولين عن الكوره في مصر هيفضلوا مكملين؟ هيفضلوا قاعدين بعد الفضايح اللي حصلت دي؟ فضيحه كبيره جدا لمصر، بتخسر 6-0، قائمه سيئه جدا، ما عرفتش تجيب لعيبه كبيره استثناء زيزو والنني. النني طبعا قدم مستوى كبير بس في احسن من كده. ما عرفتش تجيب مدافع يلعب بدل الكارثه محمد طارق، ما اعرفش الراجل اللي اصر عليه ليه، بس هو المدافع الوحيد اللي في القائمه. ما عرفتش تجيب مدافع، حتى ياسر ابراهيم ما رضيش يديهولك اللي هو ما بيلعبش اساسا. الاهلي لو كان اداهم 2 لعيبه كان هيكسب الدوري برده عادي، لكن هم لا عرفوا يجيبوا محمد صلاح، ولا عرفوا يجيبوا تريزيجيه، ولا عرفوا يجيبوا عمر مرموش، ولا عرفوا يجيبوا مصطفى محمد، ولا عرفوا يجيبوا امام عاشور، ولا عرفوا يجيبوا حتى محمد عبد المنعم، ولا ياسر ابراهيم، ولا اي حد. ما قدرتش على بره، ما قدرتش على جوه. بص على الفرق بين ادارتك واداره المغرب، لا تعليق، لا تعليق. هل الناس اللي موجوده دي مش هتتحاسب؟ هل اتحاد الكوره ده مش هيتشال؟ هل اللجنه الاولمبيه الصفر في كل حاجه، ميداليه برونزيه وحيده؟ لا تعليق، لا تعليق. الناس دي لازم تتحاسب، الناس دي لازم ما تكملش لو في دم وفي ضمير. هارد لك لمنتخب مصر، معلش اللعيبه مش هنقسي عليها، هي دي امكانياتهم كده، قدر الله ما شاء فعل. مبروك للمنتخب المغربي.